اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هقولك على طريقه عمل الباميه، هقولك على تريكات كده لو عملتيها اللهم بارك مستحيل تغيري الطريقه وهتطبخي على طول الباميه بالطريقه دي. تعالوا كده نسمي الله، بس ما تنسوش لايك وشير لمطبخ اختكم محمد. اول حاجه بجيب الباميه واغسلها كويس جدا واسيبها تنشف، وبعد كده اقمعها. بشيل الجزء اللي فوق داير ما يدور، القمع اللي فوق، والجزء اللي تحت بس ما بعملهاش شق من النص علشان ما تتهريش لما اجي اطبخها. جبت صينيه على النار وحطيت معلقه كبيره من السمنه، سمنه او زبده اي حاجه مش هتفرق. واول ما السمنه ساحت جبت فلفل رومي على سبايسي، ضربتهم في الكبه ونزلت بيهم. بشوح الفلفل لحد كده ما لونه يتغير، وبعد كده بنزل بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. اول ما لونه اتغير كده نزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم وبقلب الاتنين مع بعض، وبعد كده بحط معلقه كبيره من الكزبره وبحط ملح. ما بحطش كمون علشان الكمون بيغير طعم الباميه بعد ما بتستوي. قلبتهم مع بعض كده لمدة دقيقتين 3 لحد ما التومة كده لونها اصفرت معايا والفلفل ريحته طلعت، وبعد كده نزلت بالبامية. بقلب البامية مع التوم والفلفل لمدة 5 دقايق. هتبصي تلاقي لون البامية كده زاد وبقى لونه اخضر بزيادة كده، ولو انت حابة تطبخي البامية المفرزة بتكون نفس الطريقة بالظبط. شوحتهم مع بعض كده 5 دقايق كده، كل ما هتشوحيها كل ما لون البامية يبان نضارتها كده والخضار بتاعها اللهم بارك زي ما انت شايفة كده حلوة قوي قوي. بعد كده حطيت حلة على النار وحطيت معلقة كبيرة من السمنة، وهنا هنحضر الصلصة او التسبيكة اللي هنحط فيها البامية. اول ما السمنة ساحت كده جبت بصلاية ضربتها في الكبة، بصلاية كبيرة ونزلت بيها. بشوح البصلة لحد ما تصفر معايا، وبعد كده نزلت باللحمة. هنا كنت مسوية اللحمة 70% علشان كنت محتاجة شوربة، فبشوح اللحمة كده مع البصلة وبسيبها تكمل سواها مع التسبيكة ومع البامية. حطيت معلقة فلفل أسمر معلقة كبيرة، وبشوح الفلفل مع اللحمة والبصل، وبعد كده بحط معلقة من البابريكا، والبابريكا هنا عشان تعزز اللون بتاع الصلصة. بشوحهم مع بعض لمدة دقيقتين 3، وبعد كده جبت كيلو من الطماطم غسلته وضربته في الخلاط وصفيته. ولو حسيتي ان الطماطم مش حمرا قوي ممكن تحطي معلقة من الصلصة. بسيبها بقى تتصلصل مع نفسها كده، وهنا بعد ما اتصلصلت لونها حلو جدا جدا والطماطم بتاعتها كده مظبوطة، بحط كوبايتين كبار من الشوربة وبسيبها تجلي غلوة واحدة بس قبل ما احط البامية. حطيت معلقة من السكر علشان الحموضة، وطبعا ظبطت الملح بتاعها. نزلت بالبامية بعد ما غليت غلوة كده، نزلت بالبامية اللي انا مشوحاها بالثوم والفلفل. شايفين لونها عامل ازاي؟ كل ما هتسيبيها وتشوحيها كل ما هتديكي لون اخضر حلو قوي كده. جربي بس البامية بالطريقة دي تحفة، مش هتبطلي تعملي البامية الا بالطريقة دي بعد كده، جميلة جدا جدا. بدوق كده لقيتها محتاجة ملح ولا لا، لقيتها مظبوطة. سبتها بقى تستوي، وخلي بالك علشان ما تتهريش منك علشان البامية وهي بشاير كده ما بتاخدش وقت في السوا خالص. وهنا بقى عملت رز بالشعرية، قلت اعمله معاكم علشان نبقى عملنا غدانا كله مع بعض. حطيت معلقة كبيرة من السمنة وزيت ونزلت بالشعرية، واول ما اخدت اللون الذهبي دوت نزلت بالرز. طبعا الرز غسلته وسبته يتصفى، وبعد كده نزلت بالرز وبشوح الرز وبحط ملح، معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسمر. وكل ما هتشوحي الرز كل ما هيطلع معاكي مفلفل. وطبعا الرز المصري الرز قد المية. نزلت بالمية وبسيبه يغلي، واول ما يشرب المية كده ويكون فيه فقاقيع بسيطة زي ما انت شايفة كده من المية، بديله تقلبتين وهدي عليه خالص واسيبه يستوي براحته كده. مستحيل يتلسع من القاع ولا اي حاجة، ويطلع معاكي مفلفل زي ما انت شايفة كده. الله اكبر تحفة. والبامية استوت معانا جميلة جدا وريحتها كانت مفحفحة. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمد.